معلومة النهاردة عن مدينة من أغرب المدن اللي هتسمع عنها. مدينة كل سكانها عايشين في مبنى واحد، وده مش علشان المدينة صغيرة، بالعكس المدينة كبيرة، بس كل حاجة محتاجها هتكون موجودة داخل المبنى ده. بنتكلم عن مدينة ويتير الأمريكية الموجودة في ولاية ألاسكا، واللي يبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 220 شخص. المدينة دي تقدر تدخلها فقط عن طريق نفق محفور داخل الجبل بطول حوالي 3.5 كيلومتر. المدينة تم إنشائها كقاعدة سرية للبحرية الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي 27 مارس 1964 تعرضت المدينة لزلزال قوي بدرجة 9.2 ريختر تسبب في تسونامي تم التخلي عن المدينة كقاعدة عسكرية. المدينة حاليا عايشة على السياحة وبيزورها في الصيف حوالي 700,000 شخص، وعلى فكرة هم محتاجين بعض الوظائف حاليا. هنحط لك صورة دي. قولنا في التحليقات تحب تروح المدينة وتشتغل